بصوا يا سيادنا، الزمالك الماتش اللي فات فرح بتعادل الاهلي. اديك اتعادلت المره دي، اتعادلت مع المقاولين وما رحتش ولا هجمه خطيره طول الماتش من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 96، وما رحتش ولا هجمه خطيره، والماتش كله كان محطوط في نص الملعب، يعتبر ما كانش فيه اي حاجه. فانت ما لسه بدري قوي، لسه بدري قوي 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 على الدوري. الدوري لسه بدري عليه. حتى ان كان باين ان في شويه تحايد من ناحيه الجمهور او من ناحيه الحكام. يعني الماتش اللي فات بتاع الاهلي الطرد بتاع محمد هاني، حتى لو انا ما بحبش محمد هاني، فالطرد اللي فات بتاع محمد هاني ده اساسا ما كانش يحق ان هو يطرد، ومع ذلك مش مشكله، هطرد مش مشكله، ما علينا. هنقول حكام. الجماهير الماتش ده تحس انها ازيد من جماهير الاهلي، بس برضه ما علينا. فحوار الدوري انا شامم فيه حاجه غلط من اوله اهو، ده تاني ماتش اهو، وحاسس ان في حاجه غلط هتحصل في الدوري ده، او التحايد هيبقى زياده شويه لنادي الزمالك، من ناحيه بقى، من ناحيه اتحاد كوره، من ناحيه لجنه حكام، من ناحيه المنظومه كلها. حاسس ان هيبقى في تحايد، فلسه بدري قوي، لسه بدري قوي على البتاع ده. بس انا عايز اقول للراجل البرازيلي اللي هو اللي نزل ده، الوينج اليمين بتاعهم ده بتاع الزمالك، الواد متر ونص بس، ايه دبابه يا بيه. الواد شغال بسم الله ما شاء الله. ده لو نزل بدري شويه كان قلب الماتش اكتر من كده. يعني هو لو نزل بدري شويه كان قلب الماتش اكتر من كده. بس هو يانيك فيريرا بقى ده ادرى ان هو اضرب حاله اللاعب البدنيه والجاهزيه بتاعته. يعني احنا ما نعرفش ازيد من المدرب هو اللي يعرف كل حاجه. بس الراجل بما يرضي الله، الوينج اليمين بتاعهم البرازيلي ده حاجه تانية الصراحه. الراجل ده شكله هيبقى في قلب الدوري. الواد ده هيبقى شكله حوار، هيبقى شكله وينج يمين دوري.